القصة دي حصلت في 2007 في الجزائر، والموضوع بدأ بشكل بسيط جدا. ما كانش يخطر على بال أي حد إنه يتفتح منه ملف جريمة عمرها 14 سنة. واللي حصل، الشرطة هناك كانت عاملة حملة روتينية في أحد الأحياء زي ما بيعملوا في أي يوم. يدخلوا يفاجئوا الشباب اللي واقفين في الشارع ويشوفوا لو حد معاه حاجة ممنوعة. المهم وقفوا 3 شباب وفتشوهم، لقيوا معاهم شوية مخدرات، حاجة عادية يعني وبتحصل على طول، والمعتاد إنها تتحجز ويتكتب محضر وخلاص. لكن هنا حصلت مفاجأة. واحد من الشباب دول اسمه رابح، أول ما شاف نفسه هيتسجن وهيسجل عليه محضر مخدرات ويدخل في قصة سجن وكده، قرر يلعب لعبة مختلفة. طلب من الضابط إنه يتكلم معاه على انفراد. الضابط استغرب بس قال خلينا نشوف هيقول ايه. رابح بص في عين الضابط وقال له بهدوء: لو سبتوا القضية بتاعت المخدرات وطلعتوني منها، انا هقدر ادلكم على جثة مدفونة من 14 سنة في جنينة بيت صاحبي. الضابط اتصدم، يعني ايه جثة مدفونة من 14 سنة؟ وفي الاول افتكر انه ده مجرد كلام واحد بيحاول يطلع نفسه من الورطة اللي هو فيها. بس لما رابح قال له الجثة دي بتاعت ابو صاحبي الحاج معمر المختفي من سنة 1994 ومسجل رسمي كمفقود، هنا الموضوع خد منحنى تاني خالص. الضابط مقدرش يتجاهل الكلام، لانه لو طلع حقيقي يبقى ده مش بس كشف جريمة قتل، ده فتح قضية منسية الناس افتكرت انها خلصت من زمان. وهنا بدأ التحقيق على كبير. استدعوا ابن الحاج معمر واللي اسمه عادل، وده كان وقتها راجل شاب، بس لما والده اختفى كان طفل صغير عنده حوالي 10 سنين. في الأول عادل حاول ينكر، لكن تحت الضغط والتفتيش في الكلام صوته اتكسر وقال الجملة اللي هزت المحققين كلهم: الله يرحمه اهو مات. تخيل الشاب اللي عايش 14 سنة ساكت فجأة يقرر يتكلم ويقول اللي شافه وهو طفل صغير. وبدأ يتكلم وقال: أنا شفت اللي حصل بعيني في ليلة عيد الأضحى. أمي فاطمة وخالي جمال وكان معاهم واحد غريب وقتها معرفتش مين هو، لفوا حبل حوالين رقبة أبويا لحد ما مات قدامي، بعدين دفنوه في جنينة البيت. الضباط اتصدموا، يعني الطفل اللي الناس فاكرين انه كان نايم وقت الجريمة طلع صاحي وشايف كل حاجة. هو نفسه اكد انه كان مستخبي في ركن، شايف وسامع بس مش قادر يعمل اي حاجة. وبمجرد ما النيابة ما سمعت الحكاية دي امرت فورا بتفتيش بيت العيلة القديم. وفعلا بعد يومين كاملين من الحفر في الجنينة لقوا جثة متحللة مدفونة هناك، الملامح اختفت خلاص. لكن اللي فضحهم ان المحفظة بتاعت الحاج معمر كانت لسه موجودة في هدومه ومعاها بطاقته الرسمية. ساعتها ما بقاش في مجال للإنكار لأن الأدلة اتكشفت. فاطمة الزوجة اللي كانت من 14 سنة قالت للشرطة إن جوزها خرج ومرجعش، لقيت نفسها قدام كارثة. اتحبست هي وجمال أخوها وكمان حميد اللي طلع هو العشيق اللي دخل البيت زمان، واللي بعد اختفاء معمر بفترة قصيرة اتجوز فاطمة. لكن الغريب بقى ان كل واحد فيهم بدأ يرمي التهمة على التاني. فاطمة قالت حميد هو اللي خطط، وحميد قال انا ماليش دعوة، ده جمال هو اللي نفذ، وجمال قال انا اتجرجرت معاهم غصب. التحقيق هنا بدأ يكشف ان القصة مش بس قتل، ده شبكة كذب وخيانة استمرت سنين طويلة لحد ما الحقيقة ظهرت بلسان عادل، الشاهد الصامت اللي كان ساكت طول عمره. بعد ما الشرطة ما قبضت على فاطمة بدأوا يضغطوا عليها في التحقيق. في الأول أنكرت وقالت الكلام ده كله كذب، ابن عادل ده بيتخيل. لكن لما واجهوها إن الجثة فعلا اندفنت في الجنينة ومعها بطاقة الهوية بتاعت جوزها، الوشوش بدأت تتغير. هنا المحققين استخدموا حيلة ذكية، قالوا لها إن أخوها جمال اعترف وقال إنها هي العقل المدبر. طبعا جمال ما كانش قال كده فعلا، بس المحققين لعبوها صح. الست اتلخبطت وبدأت تنهار وقالت الجملة اللي قلبت التحقيق كله:
قالت كان لازم نرتاح منه. الجملة دي ببساطة كانت إقرار منها إن فعلا في جريمة اتعملت. وهنا بدأت تحكي. فاطمة قالت إن جوزها الحاج معمر كان راجل كبير في السن، كفيف البصر، يعني ما بيشوفش، وكانت عايشة معاه حياة صعبة. على حد كلامها هي كانت شايفة إن حياتها معاه أشبه بالسجن. والموضوع قلب معاها أكتر لما قابلت حميد. تحكي إنها اتعرفت على حميد في بيت واحدة ست بتشتغل في الدجل والشعوذة. كان بيتها شبه ملتقى للناس الغريبة، وهناك حصلت أول مقابلة بينهم. من يومها وحميد بدأ يدخل حياتها واحدة واحدة، في البداية كصاحب بيزور البيت، بعدين كحد بيساعدها في غياب جوزها. ولأنه كان واثق إن معمر كفيف بقى يدخل البيت ويقعد معاها لحد ما العلاقة بينهم اتحولت لعلاقة كاملة. جوزها الضرير قاعد في البيت، وفاطمة تدخل العشيق لحد أوضة نومها والعيال بره والباب مقفول. والمصيبة إن حميد ما كانش بس عشيق، لأ، ده بقى بيقضي وقت طويل معاهم في البيت، والست ابتدت تتعلق بيه وتشوفه البديل اللي ناقصها. لكن كل ده اتقلب رأسا على عقب. في يوم من الأيام الحاج معمر شم ريحة الخيانة. في مرة دخل البيت فجأة ولقي حميد موجود. الراجل الكفيف حس بإيديه إن في حد غريب موجود في البيت، وساعتها فاطمة اتفضحت. جوزها هددها: أنا هقول لكل الناس، هفضحك قدام أهلك وأطلقك، ومش هتلاقي مطرح تروحي فيه. فاطمة خافت وبدأت تحس إن حياتها كلها هتنهار لو جوزها فعلا قال لأهلها. ومن اللحظة دي على كلامها حميد هو اللي عرض فكرة القتل. قال لها بمنتهى البرود نخلص منه ونبدأ حياة جديدة. هي في الأول ما كانتش موافقة، بس بعد شوية وافقت. وهنا دخل على الخط شخصية ثالثة، جمال أخوها. جمال كان له وضع مختلف شوية. الراجل ده عايش عالة في بيتهم، وسمع كذا مرة إن الحاج معمر كان ناوي يطرده من البيت بسبب سلوكياته. يعني باختصار جمال كان شايف إن وجود معمر خطر على مصلحته. وبكده لما تعرضت فكرة التخلص من الحاج معمر، جمال ما اعترضش، بالعكس ده شارك معاهم. الخطة اتعملت ببساطة. حميد يدخل من ورا البيت ليلة عيد الأضحى، وفاطمة تشغل جوزها بخناقة مفتعلة. جمال يدخل ومعاه سلك كهرباء، يلفوا السلك حوالين رقبة معمر. وبالفعل الليلة دي اتحولت لليلة سودة. الراجل اللي عاش كفيف طول عمره لأقرب الناس ليه مراته وأخوها مع عشقها متفقين ينهوا حياته. الليلة كانت ليلة عيد الأضحى. البيوت كلها حواليهم منورة، ريحة الفتة واللحمة مالية الشوارع، والناس فرحانين وسهرين الصبح علشان يروحوا يصلوا العيد. لكن جوه بيت فاطمة كانت الخطة ماشية في اتجاه تاني خالص. الست دي كانت عاملة نفسها عادية جدا، بتضحك مع العيال وتجهز الأكل وتبان زي أي ست عادية في الليلة دي. لكن في قلبها كان في غل وحقد. كانت عارفة إن الليلة دي هتكون فاصلة في حياتها كلها. حميد اتسلل من ورا البيت في وقت متأخر، كان واخد باله يدخل في سرية تامة علشان محدش من الجيران يشوفه. وفي اللحظة دي جمال أخو فاطمة موجود ومستني الإشارة. فاطمة بدأت تمهد الجو، دخلت على جوزها الحاج معمر وبدأت تعمل معاه خناقة مفتعلة. بدأت تقول له كلام جارح: انت ما بتشوفش ومش قادر تدير البيت، انا زهقت. الراجل كفيف حس ان في حاجة مش طبيعية، قلبه بدأ يدق بسرعة، وقال لها بصوت هادي: انت مالك يا فاطمة، في ايه الليلة دي؟ لكن قبل ما يلحق يستوعب حميد وجمال دخلوا الأوضة. جمال كان ماسك سلك كهرباء طويل، وبدون أي رحمة لفوا حوالين رقبة الراجل. معمر حاول يقاوم. تخيل واحد كفيف بيحاول يعافر ويستنجد بأي حد، ايديه بتخبط في الهوا وصوته مخنوق: حرام عليكم، ده انا ما عملتش حاجة. لكن ولا حميد ولا جمال رحموه. حميد كان ماسك ايده علشان ما يتحركش، وجمال شد السلك لحد ما الراجل وقع على الارض. وفاطمة كانت واقفة تتفرج، لا حاولت توقفهم ولا حتى صرخت، بالعكس هي اللي اتأكدت ان الموضوع خلاص تم. بعد ما اتأكدوا ان معمر مات ابتدت الكارثة التانية. يخبوا الجثة فين؟
حميد قال لهم لو سيبناه هنا الجيران هيشموا ريحة، لازم ندفنه جوه البيت. وفعلا جابوا ادوات حفر ونزلوا الجنينة اللي جوه البيت. كانت ليلة ضلمة ما فيهاش غير صوت الحفر وصوت انفاسهم المتقطعة. حفروا حفرة كبيرة ورموا جثة الراجل فيها، وعشان يموهوا ان مفيش اي حاجة حصلت هنا زرعوا فوقيها شجرة طماطم صغيرة عشان تبان الجنينة عادية وما فيهاش اي حاجة. الليلة خلصت وطلعوا يناموا كأن ما حصلش اي حاجة، لكن الحقيقة ان كل واحد فيهم ما قدرش يغمض عينه. فاطمة كانت بتفكر يا ترى حد شافنا، وجمال كان عرقان وخايف الشرطة تكتشف، وحميد كان شايف نفسه بطل فاكر انه كده ضمن الست والبيت. تاني يوم لما الناس خرجوا يصلوا العيد فاطمة مثلت الدور للنهاية، راحت وزعت لحمة وضحكت مع الجيران ولا كأن جوزها اتقتل من ساعات واتدفن في جنينة بيته. بعد ما الجريمة ما اتنفذت فاطمة واللي معاها افتكروا انهم اذكى من الدنيا كلها. الراجل اتدفن في الجنينة وشجرة الطماطم اللي زرعوها، لكن الحق عمره ما بيموت. ابن فاطمة عادل كان عايش وسط الأحداث دي وهو مش فاهم في الأول، لكن بعد فترة بدأ يشك. الولد لاحظ إن أبوه اختفى فجأة، ولما سأل أمه قالت له أبوك سافر عند قرايبنا هيغيب هناك كام يوم. لكن الكدبة ما دخلتش دماغه لأن أبوه كفيف وما بيتحركش من البيت، إزاي هيسافر لوحده؟ الأيام عدت والشك عند عادل كبر لحد ما انفجر. واول ما الضباط ما بدأوا يحققوا معاه قال انا عارف ان ابويا اتقتل وامي هي السبب، ازاي ابني يتهم امه بقتل ابوه؟ لكن عادل كان مصر على كلامه. المباحث خدوا الموضوع بجدية وبدأوا يفتشوا في البيت، واول ما دخلوا الجنينة لقوا التربة شكلها عادي، الارض ما يبانش عليها اي حاجة لان الجريمة والحفر فات عليهم 14 سنة. ومجرد ما بدأوا يحفروا الحقيقة كلها ظهرت. جثة الحاج معمر مدفونة تحت شجرة الطماطم والخضار اللي في الجنينة. الحي كله اتقلب، الجيران اتصدموا، ازاي الست الطيبة دي تعمل كده؟ والناس بدأت تتكلم، معقول تتفق مع عشيقها واخوها؟ الشرطة قبضت فورا على فاطمة وجمال وحميد، والتحقيقات بدأت من اول وجديد. في الاول كل واحد حاول يهرب، فاطمة نكرت وقالت انا ماليش دعوة، دول اللي عملوا كل حاجة. جمال قال انا كنت متورط غصب عني، وحميد حاول يطلع نفسه بطل وقال انا كنت بدافع عنها. لكن النيابة لعبتها صح، واجهوا كل واحد باعترافات التاني، وبالذات فاطمة لما قالوا لها ان عادل ابنها هو اللي بلغ عنها انهارت واعترفت بكل حاجة. قالت بالحرف ايوه انا كنت عايشة مع راجل كفيف ما بيشوفش، حسيت حياتي ضاعت معاه، وحميد دخل حياتي وغيرني. لما هددني جوزي بالفضيحة وافقت اني اخلص منه. جمال هو كمان اعترف انه شد السلك حوالين رقبة معمر، واعترفوا كلهم انهم دفنوا الراجل في الجنينة. لحظة المحكمة، القضية وصلت للمحكمة والقاعة كانت مليانة ناس، الكل كان عايز يسمع الحكم على العصابة اللي خانت وقتلت. القاضي سمع التفاصيل كلها، والتقارير الطبية أثبتت إن معمر مات مخنوق بالسلك، وإن الجثة اتدفنت جوه البيت، والنيابة وصفت الجريمة إنها خيانة من أبشع ما يكون. اتحكم على فاطمة بالإعدام، وحميد نفس الحكم. جمال أخوها اتحكم عليه بالمؤبد لأنه شارك في التنفيذ. القاعة كلها اتقلبت، وأهل الضحية حمدوا ربنا إن حقه جه ولو بعد 14 سنة. أما عادل الابن اللي كشف كل ده كان واقف حزين بيبكي، مش بس على أبوه اللي اتقتل لكن كمان على أمه اللي هتتعدم وبيتهم اللي هيتخرب. القصة دي بتقول لنا إن الخيانة نهايتها سودة، وإن مهما الواحد افتكر إنه هيخدع الناس في الآخر ربنا بيكشف كل حاجة. الست اللي اختارت العشيق على جوزها واللي اتجرأت تخون راجل كفيف وتقتله كانت نهايتها الإعدام، وعشيها اللي افتكر إنه هيعيش معاها بعد الجريمة عاش آخر أيامه مستني حبل المشنقة. أما الأخ اللي باع العشرة والنسب دفع عمره كله في السجن. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، أشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.